ستات كتير بتشتكي ان الراجل دايما ساكت ما بيتكلمش. عايز اقول ان الراجل دايما بيستخدم عقله اكتر من مشاعره عكس الستات. يعني الست دايما مشاعرها فضفاضة وبتتكلم بالعاطفة وكلامها كتير وسكوتها قليل، انما الراجل تلاقيه ساكت كتير وعقله شغال قوي، فهو مش ساكت لكن هو بيتكلم جوه نفسه. مشاكل كتير دايرة في باله وعمال يفكر هنعمل فيها ايه وما ينفعش يقول، وحاسس ان هو لو قال هيعمل مشكلة لان هو المفروض ان هو مصدر امان للأسرة دي. فبالتالي لو حب يقول المشكلة او حب يفضفض المشكلة دي فافراد الأسرة هيخافوا او يحسوا ان في مشكلة. ما ينفعش مثلا يقول انا عندي مشكلة، حاسس ان هسيب الشغل، حاسس ان انا عندي ازمة مادية في مش عارف ايه، فهيبقى كده مصدر قلق لبقية افراد الأسرة. فدايما الراجل تلاقيه قاعد ساكت بس هو دماغه شغاله، بيتكلم كتير جدا مع نفسه وان هو يفضفض ويتكلم ده ممكن اصلا يعمل مشكله تانية، فبيتجنب المشكله ده عشان يركز في المشكله الاولى. ولكن الام عاده مشاعرها هي اللي بتبقى سابقه العقل وهي بتتكلم كتير. ممكن يكون سكوت الراجل مش كويس وممكن كلام الست الكتير مش كويس، ولكن ده تحس ان في شيء من البالانس والتوازن، ان في حد بيتكلم وحد مش بيتكلم. انما اللي عايز اقوله يعني ربنا يعين الناس كلها على حالها.